اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. النهارده احنا جايين نتكلم على مصطلح اللي هو مصطلح الفيلير، الفشل. هو المصطلح ممكن يكون يعني اسمه وحش، بس احنا لازم طبعا كمهندسين احنا وظيفتنا اللي احنا نمنع الفيلير ده او نتنبأ بيه، او نحاول بقدر الامكان نكون فاهمينه كويس. جه منين فيلير مودز؟ فالفيلير هو ملوش تعريف مطلق في الهندسه. الفيلير هو ببساطه عدم قدره الاسيت على القيام بالوظيفه المكلفه بيها، او عدم قدره الكومبوننت ده على القيام الوظيفه المكلفه بيها. انت عندك كاميرا حصل لها فيلير بقتش تصور، عندك لمبه حصل لها فيلير بقتش تنور، وهكذا. فالفكره كلها هنا ان الفيلير مرتبط بعدم القيام بالوظيفه. بس ايوه، بس انا ممكن لو هي نورت شويه انا مرتاح، انا عندي بامب، لو اديتني شويه ميه صغيرين انا برضو مبسوط. فده معناه ايه؟ ان مفيش تعريف معين للفيلير. بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الشخص اللي بيستخدم، على اليوزر، على الاند يوزر، على الابلكيشن، على السيرفيس. فعشان كده اللي بيعرف الفيلير حاجه اسمها ثريشولد. بيكون عندنا ليميت او حد، هو ده اللي بيعرف الفيلير. اول مثلا البامب دي لو ادتني لحد 70% من طاقتها يبقى ده فيلير. طب لو 50% فيلير، 40 يبقى انت كده بتحدد رقم معين. تقول مثلا الوير هنا او التاكل ده لو وصل مثلا لكذا ملي يبقى ده فيلير. لو واحد يقول لك لا ده لو وصل لكذا يبقى، فده اللي دايما بنسميه، احنا بنسميه ثريشولد. فمفيش حاجه اسمها الفيلير ده كذا. زي واحد سايق سيارته في الشارع، اول ما بيسمع اي صوت بسيط يقول لك فيلير، لا لازم اعمل صيانه. وفي واحد تاني بتلاقي سيارته في الشارع ماشي عامله كل الاصوات عماله تخبط، يقول لك لا لسه، ما دام هي ماشيه او ما دام هي بتتحرك خلاص. فهنا تعريف الفيلير مختلف. في واحد بيعرف الفيلير باسلوب، وفي واحد بيعرف الفيلير باسلوب عن طريق ثري شولد في دماغه هو. لو عرفت يعني ايه تعريف ثري شولد ويعني ايه يعني فيلير، اكتب في الكومنتس اللي انت عاوز تعرفه ونقوله في الحلقات اللي جايه. شكرا ليكم واشوفكم في حلقه جديده.